السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. آه، النهاردة هنبدأ بمعلومة جديدة ومحاضرة جديدة. دايما في سؤال بسيط بيجي بنحس بيه في يوم من الأيام في حياتنا. دايما بنحس بلحظات إنه خلاص مفيش فايدة، الفرصة فاتت، الدنيا قفلت في وشي. كتير الكلام ده بيحصل، صح؟ صح. بس الشعور ده بيخلينا دايما بنفقد حاجات كتير. بنفقد الثقة بنفسنا أول شيء، ده عكس اللي ربنا أمرنا بيه. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ودي دعوة صريحة وواضحة لعدم اليأس والقنوط من الله عز وجل، وعدم اليأس في أنفسنا. عشان أوضح الحكاية دي أو أوضح الموضوع ده، تسمحوا لي أدي مثال يوضح حكاية عدم اليأس دي. أول حاجة، إحنا عارفين سلسلة مطاعم كنتاكي. ها؟ القصة دي بتثبت إن العمر مجرد رقم، وإن اليأس ده مجرد عارض أو شيطان بيوقفك عن طريقك. طيب، سلسلة مطاعم كنتاكي صاحبها كان بيسمى بكولونيل ساندرز. ساندرز او كولونيل ساندرز ده جرب حاجات كتير قوي. جرب حاجات كتيرة في حياته وفشل فيها كلها. فشل فيها كلها. اشتغل في السكة الحديد، جرب شغل المحاماة، عمل مطعم وقفل، وكان بيبيع كشافات الغاز. حتى لما وصل لسن ال65 كان بيعيش على مبلغ بسيط جدا كمعاش. حس ان خلاص الدنيا قفلت، زي الشعور اللي بينتابنا كلنا، خلاص. لكن المشكلة انه في السن ده كان لسه بيؤمن. كان لسه بيؤمن ان عنده قدرات، انه عنده حاجة يقدمها للعالم. وكانت الحاجة دي وصفة دجاج مميزة جدا. هل استسلم؟ لا. ده مسك عربية قديمة حط فيها حلل وبهاراته، ولف على المطاعم، ها، بيعرض عليهم الوصفة بتاعته، ها، لدرجة انه كان بيقدمها ببلاش، ويقول لهم لو عجبتكم وبعتوها ادوني نسبة بسيطة. تخيلوا كم مطعم رفضوا؟ 100 200 300؟ لا، اكتر من 1000 مطعم رفضوا. ها، بيترفض و1000 مرة يتقال له لا. هل احبط؟ ها؟ هل خلاص الدنيا قفلت في وشه؟ لا، لكنه صمد وصمم، وآمن بوصفته وآمن بقدراته، واستمر لحد ما مر في مطعم واحد وافق يديله فرصة. والمطعم ده بدأت إمبراطورية كنتاكي تكبر وتنتشر حوالين العالم. الراجل ده وصل للعالمية وهو عنده 70 سنة. فقصة الكولونيل ساندرز دي مش مجرد حكاية بنحكيها، لا، دي قصة بتأكد ان الثقة بالنفس والإصرار والإيمان بالله وبقدراتك هي سلاحك الأقوى عشان تحقق أي حلم في أي وقت في حياتك. هي اللي بتخليك لما تقع تتجاوز أي انتقاد، تكسر أي حاجز. حضرتنا النهاردة اسمها انت أقوى مما تخيل. همزة. طب أول حاجة، إيه هي الثقة بالنفس؟ كتير مننا بيلخبط ما بين الثقة بالنفس والغرور. لا يا جماعة، الموضوع مختلف تماما. الثقة بالنفس الحقيقية هي إيمانك بقدراتك أنت اللي ربنا اداها لك، معرفتك بقيمتك اللي ربنا كرمك بيها
وقدرتك على مواجهة التحديات بإيجابية من غير ما تحتاج تثبت ده لحد. طب ليه الثقة بالنفس هي أساس النجاح؟ لو أنت واثق في نفسك هتعرف تتكلم بوضوح في أي اجتماع، في أي مقابلة، هتلاقي اللي بيسمعك ويقتنع بكلامك. هدي لك مثال، لما تلاقي نفسك بتقدم فكرة جديدة في الشغل بتاعك، بتقدمها بثقة، هتلاقي فريق العمل متحمس ليك، وبيسمع لك. وده اللي بيحصل مع كل رواد الأعمال. طيب لو واثق في نفسك هتاخد فرصة جديدة، ومش هتخاف من المجازفة، مش هتخاف من المخاطرة أو الفشل. وده بيعكس توكلنا على الله. ولو نفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. طب ومثال زي الكولونيل ساندرز اللي فضل يخبط على أبواب 1000 مطعم وعنده 65 سنة. هو كان مؤمن برزقه وبقدرته. طيب لو واثق في نفسك علاقتك بالناس هتتحسن وهتكون شخص مؤثر وإيجابي في محيطك. الشخص الواثق من نفسه بيقدر يحافظ على هدوءه في النقاشات الصعبة، وبيخليه يكسب احترام الناس. حتى صحتك النفسية والجسدية. الثقة بالنفس مش بنورثها، الثقة بالنفس هي مهارة بنكتسبها وبنطورها بالتدريب والممارسة، وهي جزء من حسن الظن بالله وتوكلك عليه. طب عاوزين نعرف ليه الثقة بتتهز. الثقة بتتهز قبل ما نبني أي حاجة عموما لازم نعرف اللي بيهدها. في أعداء خفيين بيضربوا ثقتك في الصميم وبيزرعوا فيك القنوط وده عكس الإيمان واللي ربنا أمر بيه. طب أعدائك مين هم؟ تحب أكشفهم لك؟ أول حاجة النقد الداخلي. النقد الداخلي ده الصوت اللي جواك اللي دايما بيجلدك، دايما بيحبطك. يعني مثلا لما تعمل خطأ بسيط صوتك بيقولك انت فاشل، عمرك ما هتتعلم ابدا. لو صدقته هتبطل تحاول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. طب خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالحديث ده بيحس على القوة والإصرار وعدم العجز. تاني عدو هو فخ المقارنات القاتل. يعني ايه فخ المقارنات القاتل؟ لما تقارن نفسك بالناس على السوشيال ميديا او في الشغل او تشوف انهم احسن منك، ده بيدمرك، بيحبطك. مثلا لما تشوف صور حياة مثالية على الفيسبوك تفضل تقول يا بخته، انا حياتي بايظة جنب حياته. ما تنساش ان دي واجهة بس، وكل واحد عنده تحدياته اللي مش بتظهر او اللي مش هو بيظهرها. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم به ورزق ربك خير وأبقى. فالآية دي بتوضح ما تقارنش نفسك بالناس، ما تبصش للناس. تالت حاجة الشلل، الخوف من الفشل أو النقد. إن أنت الخوف من إن الناس تنتقدك، الخوف من الناس إن أنت ما تنجحش، الخوف بيخليك ما تجربش أصلا. يعني تيجي لك فرصة تقدم على مشروع جديد، بس ما تقدمش. ليه؟ عشان خايف ان انت تفشل او خايف من تعليقات زملائك. وده بالظبط اللي كان ممكن يوقف الكولونيل ساندرز. لو سمع كلام الناس واحبط من اول مرة كان هيضيع. طيب عرفنا مين هم اعدائنا الخفيين. قلنا الناقد الداخلي، فخ المقارنات القاتل، الخوف من الفشل او النقد. عرفنا ايه اللي بيهدنا، نشوف ايه اللي بيبنينا.
بناء الثقة بيكون من خلال 5 خطوات. يعني بمعنى أصح كده هدي لك الزتونة بتاعت الثقة دي. والموضوع بسيط ومش محتاج بس إلا شوية التزام وتوكل على الله. أول حاجة إعادة برمجة عقلك. قوة الأفكار الإيجابية. الفكرة إن عقلك ده زي الكمبيوتر، لو برمجته بكلام سلبي هيشتغل سلبي، وإذا برمجته بكلام إيجابي هيشتغل إيجابي. طب أعمل إيه؟ أوقف الصوت السلبي، النقد الداخلي اللي إحنا قلناه، ولما يظهر أقول له كفاية، ده مجرد فكرة مش حقيقية، ده مجرد خيال. طب واستبدله، أشيل الصوت السلبي واحط صوت إيجابي. بدل ما تقول أنا مش هعرف أعمل ده، قول لأ، أنا هبذل قصارى جوه دي وهتعلم التجربة وهنجح بإذن الله. وزي ما فكرتكم بالحديث بتاع لو توكلتم على الله حق توكله. طيب هديكم مثال صغير. مايكل جوردن أسطورة كرة السلة كان بيقول دايما: فشلت مرارا وتكرارا في حياتي وهذا سر نجاحي. هو مبرمج دماغه على التعلم من الفشل، مبرمج دماغه ان هو ما يستسلمش ابدا. طب تاني خطوه ايه؟ يبقى اول حاجه اعاده برمجه عقلك واستبدال الكلمات السلبيه بكلمات ايجابيه. الكلام ده. الخطوه التانيه الانجازات الصغيره اللي هي وقود الثقه المتجدد. يعني فكرتها ايه؟ ان كل انجاز صغير بتعمله بيزود مخزون ثقتك. كل حاجه صغيره مهما كانت حتى ايه ما تهتمش بيها، تحس ان هي بسيطه جدا لدرجه التفاهه، لكن ده بيزود مخزون ثقتك بنفسك. طب اطبقها ازاي؟ اول حاجه لازم احدد اهداف، والاهداف دي ليها شروط معينه لازم تكون محدده. يعني انا هقول مثلا انا هعمل كذا النهارده، كذا وكذا وكذا، 3 اهداف لا محددين. طب تاني حاجه تكون قابله للقياس، اقدر يبقى في معيار اقدر اقيس بيه. تالت حاجه تكون قابله للتحقيق، ما احطش هدف انا ما اقدرش عليه وما اقدرش احققه. رابعا الهدف ده لازم يكون واقعي، واقعي بالنسبه لظروفك وحياتك. خامسا لازم يكون مرتبط بالزمن او ليه وقت محدد، يعني ليه بدايه وليه نهايه. فده تطبيق. تاني حاجه بنقسم اهدافك الكبيره لاهداف صغيره اصغر واصغر. يعني تالت حاجه احتفل بانجازاتك. يا جماعه الاحتفال بالانجازات الصغيره دي والله ما هتافهه، هتبقى هتافهه في وجهه نظرك، لكن مثلا هدي لك مثال. لو عايز تكتب كتاب واول هدف هو هكتب صفحه واحده النهارده، طب لما تكتبها كافئ نفسك باللي كتبت حتى لو بكوبايه قهوه. ده بيبني ثقتك بنفسك، بيبني ثقتك للخطوه اللي بعديها، بيديلك دافع للخطوه اللي بعديها. طب الخطوه الثالثه ايه؟ المعرفه والكفاءه سلاحك السري. ما انت مش هيبقى عندك ثقه بنفسك وانت ما عندكش معرفه ولا عندك كفاءه. الفكره ان كل ما تتعرف اكتر وتكون اشطر في حاجه بيزود ثقتك بنفسك تلقائي. وده بيجي عن طريق ايه؟ التعلم المستمر، ان انا اكون اقرا كتب، اخد كورسات، اتعلم من فيديوهات تعليميه، اتخصص في مجال. لما اكون مرجعيه في حاجه معينه ده بيدي لك احساس بالقوه والكفاءه. زي ما احنا قلنا مثال الكولونيل ساندرز كان عنده وصفه واحده بس، مش عده وصفات، هي وصفه واحده بس كان مؤمن انها هي الافضل. لما بتتقن حاجه معينه بتدي لك ثقه في قدرتك على الاداء.
طب الخطوة الرابعة ايه؟ الخطوة الرابعة الفكرة لما تهتم بنفسك من جوه ومن بره، ده بينعكس على طاقتك وثقتك بنفسك. يعني لما تكون نايم كويس ولابس هدوم مريحة ونظيفة، هتلاقي نفسك واثق أكتر وإيجابي في تعاملاتك طول اليوم. ها؟ لما تكون مهتم بصحتك الجسدية، رياضي حتى لو ماشي بسيط، نوم كافي، بتعتني بمظهرك، مش لازم تكون موديل ولا آخر موضة، بس اللبس النظيف المنسق والنظافة الشخصية دي بيخليك تحس إن أنت مستعد لأي حاجة، تقدر تواجه أي حاجة، تخش في الحيطة. طيب الخطوة الخامسة، اخرج بره الصندوق. لما تخرج بره الصندوق ده بيكون نمو لا يتوقف. الفكرة ايه؟ ان الثقة لما بتزيد بتعمل حاجات جديدة، ها، وتقدر تواجه مخاوفك، وده دليل على ثقتك في تدبير ربنا سبحانه وتعالى ليك. طب اطبقها ازاي؟ اعمل حاجة خفيفة كل يوم. مش لازم تكون حاجة كبيرة. ممكن تكون بتتكلم مع شخص غريب، بتسأل سؤال في محاضرة، تجرب أكلة جديدة. تقبل الفشل كدرس. عمر ما الفشل يا جماعة كان وسيلة للنهاية. الفشل هو وسيلة للتعلم، والتجربة. كل ما تقع قوم. الفشل مش نهاية العالم، هو مجرد طريق للتعلم. وربنا بيقول فإن مع العسر يسرا، يعني يسرين مش يسر واحد. فده ربنا بيطمنك، دي طمأنينة ربانية، ان بعد كل صعوبة يسر. تخيل لو كولونيل ساندرز كان استسلم بعد رفض 100 أو 500. عدم الاستسلام والتجربة المستمرة هو اللي خلاه يكتشف قدراته، ويكسر حواجز الخوف تماما، يبقى صاحب مطاعم كنتاكي منتشر حوالين العالم. الخلاصة يا جماعة ان مفاتيح قوتك الحقيقية هي ثقتك بنفسك. يا جماعة خلاصة اللي قلناه النهاردة ان الثقة بالنفس مش مجرد شعور عابر، ده قرار وإيمان وتطبيق. افتكر دايما إيمانك بربنا ثم بنفسك. انت مخلوق مكرم من ربنا، وعندك قدرات وطاقات جبارة. ما تيأسش من روح ربنا ولا رحمة ربنا. تاني حاجة، افتكر دايما ان افكارك هي مصيرك. افكارك هي اللي بتحدد مصيرك. غير كلامك السلبي عن نفسك، غير كلامك السلبي عن نفسك بكلام ايجابي. زي ما قلت لك مايكل جوردن كان بيعمل ايه؟ كل خطوة صغيرة نجاح. ما تنساش الاحتفال بالانجازات، وابدأ باهداف صغيرة واحتفل بيها. اتعلم. التعليم قوة يا جماعة. كل ما بتعرف اكتر وتتقن مهارة بتزيد ثقتك بنفسك. اهتم بنفسك. جسمك عقلك محتاجين عناية عشان يخدموك صح. اخرج بره دايرة الراحة، ان انت تبقى قاعد على السرير. واجه مخاوفك. الفشل مش وسيلة للإحباط، ده سلم للنجاح. واحنا حكينا قصة الكولونيل ساندرز اللي رفضوه 1000 مرة ومع ذلك نجح. في النهاية عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان انت مش لوحدك. كل واحد فينا بيمر بلحظات ضعف، بلحظات شك في نفسه. بس الشاطر هو اللي بيعرف يقوم تاني، اللي بيتوكل على ربنا وبيؤمن بقدراته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرزها. حديث عظيم بيحس على العمل وعدم اليأس حتى في أشد الظروف.
يعني شوف يوم القيامة، ولو انت في ايديك فسيلة، ها، ازرعها واغرزها مهما كان عمرك، مهما كانت تحدياتك. ابدأ من النهاردة، ابدأ من النهاردة وما تكسلش. عايزك تخرج من المحاضرة دي او من اللقاء ده قلبك مليان ثقة، عقلك مليان امل، ايدك جاهزة للعمل. قصة نجاحك لسه بتبدأ، ابتديها، ما تكسلش. المؤلف بتاعها هو انت. صدقني والله انت اقوى مما تتخيل. انطلق بثقة، ها، في الله اولا ثم في نفسك ثانيا. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.